مين اللي هيكسب كاس العالم؟ سؤال مفيش حد في الدنيا ما بيسألوش حاليا. من اصعب الحاجات في الكوره ان احنا نتوقع مين هيكسب بطوله ايا كان هي ايه، ولكن الميزه في كاس العالم انه قليل قوي ما بيحصل مفاجآت في المنتخب اللي بيكسب البطوله. يعني لو جينا بصينا اليوروز مثلا هنلاقي ان في سنه 2004 اليونان كسبتها وكانت مفاجاه كبيره جدا. هنلاقي ان في 92 الدنمارك اللي ما كانتش متأهله اصلا كسبت البطوله في الاخر. لكن في كاس العالم عموما هم 5 فرق بيكسبوهم عشان هم أقوى 5 منتخبات موجودين في العالم. فعلى عكس بطولات كتير لما ينزل ترشيحات وترشيحات من جهات تقيلة زي الجهات اللي بتستخدم الإحصائيات التنبؤية إنها تقول لك مين أكتر منتخبات مرشحة تكسب كأس العالم، لازم انتباهنا يروح ناحية الترشيحات دي عشان نعرف نتوقع منها مين هيكسب كأس العالم. أغلب الترشيحات في العالم في كل مكان، والترشيحات اللي جاية من شركة أوبتا اللي عموما أرقامها بتطلع كويسة جدا، بتقول إن البرازيل والأرجنتين أكتر منتخبين مرشحين للفوز العالم. البرازيل المرشح الأول بنسبة 16.4%، وبعديها الأرجنتين بنسبة 13%. حاجة كمان مزودة ترشيحات البرازيل والأرجنتين للفوز بكأس العالم هي إن البطولة السنة دي مش متنظمة في أوروبا. منتخبات أمريكا اللاتينية ولا مرة في تاريخها كسبت كأس عالم متنظم جوه قارة أوروبا. كل البطولات اللي كسبوها اتنظمت براها، فبما إن الكاس ده في قارة آسيا في قطر فده كافي إنه يعلي حظوظ منتخبات الأمريكا واللاتينية البرازيل والأرجنتين للفوز بالبطولة. هنبدأ كده بقى بمنتخب البرازيل ونشوف إيه اللي مخليه هو المرشح الأول بالفوز بالبطولة. فلو بصينا على تشكيلة المنتخب هنعرف بسهولة جدا هم ليه المرشح الأول للفوز. واضح جدا من التشكيل إن عندهم لعيبة خطيرة في الهجوم وفي خط الوسط وفي الدفاع، وبصراحة عندهم أحسن 2 حراس مرمى في العالم دلوقتي فواضح جدا ليه دول اقوى منتخب، وده اللي وصل ان ال11 لعيب الاساسي بتوع منتخب البرازيل هم المرشح الاول للفوز بكاس العالم. بس الاقوى من ده ان احنا لو عملنا فريق بال11 لعيب الاحتياطي اتوقع ان هم يبقوا المرشح الثالث للفوز بكاس العالم. والاكتر ان احنا لو عملنا فرقه من 11 لعيب من اللعيبه اللي البرازيل ما خدتهاش اصلا كاس العالم، اتوقع ان هم لو لعبوا البطوله يبقوا الحصان الاسود ويعملوا نتائج كويسه جدا. طب هل خلاص كده المنتخب ده جامد جدا ومستحيل يخسر يعني كاس العالم؟ لا، عندهم نقطتين ضعف مهمين جدا. لو بصينا على اللعيبه هنلاقي انه عندهم نقطه ضعف كبيره جدا في مراكز الباك اليمين والباك الشمال. يعني حاجه بصراحه غريبه جدا، يعني كميه اللعيبه الكويسه اللي البرازيل مطلعاها دي ولسه داني ألفيش هو الباك اليمين الاساسي في المنتخب. نفس داني ألفيش بتاع برشلونه زمان هو لسه اساسي في المنتخب، مش بس موجود مع المنتخب، هو بيلعب وبيلعب كل الماتشات. فبصراحة مستوى الباكات اليمين والشمال في المنتخب مش قد مستوى بقية الفرقة كلها. يمكن لو البرازيل ابتدت في أول كأس العالم بنتائج مش قد كده، المدرب تيتي يبتدي يقلب الخطة ل 3-5-2 فيلعب ب3 باكات ورا ويخلي جناح طاير يمين وشمال، ممكن يبقى رودريجو ومارتينيلي، بحيث انه يتغلب على عدم وجود باك يمين او باك شمال بالمستوى العالي اللي زي بقيه الفرق. المشكله الثانيه او نقطه الضعف الثانيه في منتخب البرازيل ان لو جينا بصينا على كل لعيبته هتلاقوا ان هم كلهم لعيبه كويسه جدا جدا جدا، وما عندهمش حته ان هم نجوم ولا النجم الاوحد. يعني جابريل جيزس بيموت نفسه في الملعب، فينيسيوس جونيور ما هوش نجم ريال مدريد بس بيعمل اداء كويس جدا، مارتينيلي مبهدل نفسه في الملعب، انتوني في مانشستر يونايتد في كام شهر بقى شكله واحد من الفرقه، الا لعيب واحد بس وهو طبعا نيمار. نيمار من احسن اللعيبه اللي في العالم، لكن اني نيمار اللي هيجي كاس العالم هو ده اللي هيفرق مع منتخب البرازيل. نيمار عمود اساسي من اعمده المنتخب. لو هيلعب من الاخر راجل وهيلعب للفرقه، البرازيل دي بصراحه هتاخد كاس العالم. ولكن لو نيمار اللي ظهر في كاس العالم، نيمار اللي هو شايف نفسه احسن لعيب في العالم وشايف نفسه انه ما لازم كل اللعيبه تبصيله، ولو حد ما ادالوش الكوره يبتدي بقى يبرطم ويدبدب في الارض، ولا لما كل التحام يجي يبتدي يدقلك في النجيله ويعمل النومات، خلاص ده هيبوظ الماتش وهيبتدي يخلق مشاكل في المنتخب، وهنا ممكن البرازيل ما تكسبش كاس العالم. طيب سكه البرازيل عامله ازاي؟ البرازيل لو كسب مجموعته زي ما احنا متوقعين يطلعوا اول، هيلاعب بعد كده منتخب الاوروجواي في ماتش صعب شويه، ولكن اتوقع ان البرازيل تعدي منه عشان بعد كده يقابل المنتخب الاسباني غالبا وبرضه يقدر يعدي منه عشان بعد كده يقابل في نص النهائي الارجنتين. ايوه، منتخب البرازيل ومنتخب الارجنتين لو طلعوا في المجموعه نفس المركز، يعني الاثنين طلعوا اول او الاثنين طلعوا تاني، هيقابلوا بعض في نص النهائي. الطريقه الوحيده اللي ما يتقابلوش غير في النهائي لو واحد فيهم طلع اول والتاني
طلع في المركز الثاني، ولكن اغلب التوقعات بتقول ان هم هيطلعوا اوائل مجموعاتهم، فسكتهم هتتقابل في نص النهائي، ويبقى من اقوى مباريات النص النهائي اللي عمرنا هنكون شفناها في تاريخ كاس العالم. وبصراحه اللي هيكسب ماتش نص النهائي ده لو الفرقتين وصلوا هو ده الفريق اللي هياخد كاس العالم. ده يودينا بقى للمنتخب المرشح التاني للفوز بكاس العالم، وهو الارجنتين. طبعا كل الكلام عن الارجنتين ان ده ازاي اخر كاس عالم، او غالبا اخر كاس عالم لميسي اللي لسه ما كسبوش لحد دلوقتي. لكن زي ما اتكلمت في الحلقه اللي فاتت ان ممكن يبقى مش اسوأ حاجه في تاريخ ميسي مع الارجنتين ان هو لسه ما كسبش معاهم ولا كاس عالم. الاسوأ من ده ان هو لسه ما سجلش في ولا ماتش من الادوار الاقصائيه في كاس العالم خالص. بيجيب اجوان في دور المجموعات بس عمره ما جاب جون في دور 16، دور 8، نص نهائي، ولا نهائي لما وصلوا في سنة 2014. فمش بس كأس العالم ده آخر فرصة لميسي إنه يكسب البطولة مع الأرجنتين، ولكن آخر فرصة اللي يجيب جون في دور من الأدوار اللي المفروض يجيب فيها جوان دي. سبب ترشيح الأرجنتين للفوز بكأس العالم مبني على حاجتين. أول حاجة مستوى ليونيل ميسي اللي السنة دي مقدم مستوى زي ما يكون رجع تاني عنده 24 سنة مع باريس سان جيرمان، بيعمل كل حاجة، بيجيب اجوان، بيمسك الماتش. يعني رجع ميسي، يعني الموسم اللي فات ميسي ما كانش بصراحة مستواه قد كده، وكنا كلنا ابتدينا نتكلم انه خلاص شكله بيخلص. السنة دي رجع فكرنا قد ايه هو لسه ليونيل ميسي. الحاجة التانية منتخب الارجنتين واداؤه. منتخب الارجنتين دلوقتي بقاله 35 ماتش بدون ولا هزيمة، وقرب من اعلى رقم في تاريخ اي منتخب اللي هو 37 ماتش باسم المنتخب الايطالي اللي مش موجود في كاس العالم. ولو نتائجه مشيت طبيعيه في دور المجموعات يبقى هيكسر الرقم ده في خلال الاسبوع الجاي. منتخب الارجنتين مش بس ما بيكسرش بقاله 35 ماتش، ولكن فيهم كسب الكوبا امريكا السنه اللي فاتت من البرازيل في ارض البرازيل. على عكس منتخب البرازيل لو جينا بصينا على تشكيله المنتخب هنلاقي انها ممكن مش كلها لعيبه كويسه جدا، ولكن ال11 الاساسي تقال جدا، وبصراحه مفيش نقط ضعف. يعني منتخب البرازيل قلنا ان باك اليمين والباك الشمال يمكن ما يبقوش قبل كده. المنتخب الارجنتيني عنده في كل مراكز لعيبه ممكن ما تبقاش مستواها عالي زي لعيبه زيها موجوده في منتخب البرازيل، ولكن في كل المستويات عندهم لاعب واثنين في مستوى كويس جدا. لو زي ما توقعنا ان منتخب الارجنتين هيطلع اول مجموعته، فسكته لغايه ماتش نص النهائي مع البرازيل ده هيبقى من خلال منتخب الدنمارك ومنتخب هولندا. يمكن سكته اصعب شويه في رايي من سكه المنتخب البرازيلي، ولكن لو لعبوا زي ما المفروض يلعبوا بالقوه اللي المفروض يبقوا بيها وهيعدوا الماتش نص النهائي مع منتخب البرازيل. زي ما قلت قبل كده اللي هيكسب نص النهائي ده في رايي هيكسب كاس العالم، وعشان كده بتوقع ان الفرقتين دول يوصلوا لنص النهائي ويعملوا ماتش ممكن هيبقى من احلى ماتشات كاس العالم اللي عمرنا شفناها في التاريخ. في الحلقه الجايه هنكمل بقيه المنتخبات المرشحه وكلهم منتخبات اوروبيه، ونتكلم عن كريستيانو رونالدو كده ونشوف العك اللي هو بيعكه ده قبل كاس العالم. فما تفوتوهاش واشوفكم الحلقه الجايه.